إذن قلنا الوسيلة الأساسية للطهارة هي المياه، والمؤلف قال باب المياه، هذه هي الوسيلة رقم 1 التي إذا لا يعدل عنها مع إمكانها، إذا كانت ممكنة لا يعدل عنها إلى التراب. وهذه المياه يعني مثلا هي الوسيلة رقم 1 وهي يعني الأكثر نجاعة في الطهارة، ولذلك الله عز وجل أخبر أنه أنزل من السماء ماء طهورا، وطهور معناه مطهر لغيره، وكذلك أيضا قال ليطهركم به، فالماء إنما نزل من السماء من أجل أن يكون طهورا للناس، وكذلك أيضا من أجل تطهيرهم. فعلى كل هذه المياه يعني هي المصدر الأول، يعني هي الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة، ولذلك بدأ كل العلماء بالكلام عليه. هذه المياه لها مصادر، يعني متفق على أن المياه الواردة منها يعني أنها يعني تستعمل، مثلا مياه البحر، هذه مجمع على إباحتها خصوصا بعد حديث أبي هريرة الذي سيأتي. كذلك أيضا مياه النازلة من السماء، ومياه الآبار أيضا تستعمل كما سيأتينا في حديث بضاعة، حديث بئر بضاعة. كذلك أيضا مياه يعني الأنهار، كذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها يعني دليل. وإذا مياه نازلة من السماء، مياه الآبار، مياه الأنهار، كذلك أيضا مياه العيون، فهذه من المصادر التي لا خلاف فيها. أما ماء الثلج وماء البرد فإنه محل خلاف بين العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه المصادر، الماء هو المصدر الأول مصادر الطهارة، سواء كان نازلا من السماء كما قال الله عز وجل ليطهركم به، أو كان مثلا نابعا من الأرض فمياه العيون أيضا، وفجرنا الأرض عيونا كما قال الله عز وجل، فهذا فيه امتنان على الماء الذي فجر الله عز وجل من العيون، والمنة تدل على إباحته، فإذا كان مباحا فهو يعني يجوز استعماله على الغالب. كذلك أيضا مياه الآبار كما سيأتينا في حديث بئر بضاعة، مياه البحار كما سيأتينا في حديث أبي هريرة، وغير ذلك من المصادر. هناك مصادر مختلف فيها مثل الثلج قبل أن يذوب، البرد قبل أن يذوب، وغير ذلك من المصادر، سيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك. الحديث الأول